كيبدا الفيلم ديالنا بغواصة نووية طايحة اون بان في أعماق المحيط، وكتجي غواصة الإنقاذ برئاسة جوناس باش ينقذوا الطاقم اللي غارق في الغواصة، وفجأة كيهجم عليهم كائن ضخم كيبدا يدمر في الغواصة. في هاد الوقيتة جوناس كيستغرب وما كيفهم والو، كيقول مستحيل يكون عايش شي كائن بحري في هاد العمق، حيت الضغط عالي بزاف. وملي كيلاحظ الغواصة النووية باغا تفرقع، كيحاول ينقذ الطاقم اللي فيها وكيبدا يطلع فيهم واحد واحد، ولكن كيتفاجأ باللي باقيين جوج حاصلين لتحت، وكيكونوا ما قادرينش يتحركوا بسبب الكائن الغريب اللي كيدمر في الغواصة. وكيلاحظ باللي الغواصة النووية مبقالها والو تفرقع، فكيضطر يفصل الغواصات بجوج وينقذ الطاقم اللي معاه. ديك الساعة كتفرقع الغواصة النووية وكيموتوا فيها دوك جوج اللي بقاو حاصلين. كيتأثر جوناس حيت ما قدرش ينقذهم. من بعد 5 سنوات كنمشيو لواحد المحطة ديال الأبحاث كاينة في المحيط الهادئ على بعد 320 كيلومتر على الصين، والهدف من هذه المحطة هو اكتشاف أعماق المحيط. هنا كنشوفوا وصول موريس الرئيس ديال المحطة، وكيستقبلوا الدكتور جيهان المسؤول على فريق البحث، وكيعرفوا على بنته سويم وبنتها مينيك. من وراها كيوريه المنشأة البحرية اللي كاينة تحت المحطة، وكيشوف موريس المحطة ديالو تطورات بزاف، وكينبهر ملي كيشوف الحيتان، وكتقول ليه سوين بلي قادرة تجيب الحيتان عند المحطة من خلال ترددات صوت أنثى الحوت، وهذا الشيء حيت هي عالمة في الكائنات البحرية. وكيوريه الدكتور جيهان بلي منزل فرقة استكشافية بقيادة الكابتن لوري باش يوصلوا لأعمق مكان في المحيط. وهذا الشيء حيت اكتشفوا واحد الحاجة مهمة بزاف، اللي هي طبقة دايرة بحال السحاب متكونة من غاز الهيدروجين على عمق 11 كيلومتر، وتحت منا عالم بحري فيه كائنات بحرية كتعيش في الأعماق، وكتعتبر هاد الكائنات منقرضة منذ آلاف السنين. في هاد الوقيتة كتقدر لوري والفريق اللي معاها يخترقوا السحابة اللي كاينة لتحت، وكاع اللي كاينين في المحطة كيشوفوا التحركات ديال الغواصة، وكيكونوا فرحانين حيت دخلوا تاريخ من أوسع الأبواب ديالو، حيت اكتشفوا أعمق بلاصة في المحيط. وملي كتوصل لوري لعمق 20 كيلومتر كترمي وحدات ضوئية باش تشوف الأعماق، وكتلاحظ كائنات بحرية بزاف، والمفروض هاد الكائنات تكون انقرضت منذ آلاف السنين. وكتكلم الصديق ديالها اللي كاين في المحطة، وكطلب منه ينزل حوامة باش يكتشفوا المكان اللي لتحت، ولكن فجأة كيتقطع الاتصال، وكيشعل جهاز الإنذار في المحطة، وكيشوفوا كائن بحري ضخم كيقرب من الغواصة اللي فيها لوري. وفعلا كيهجم هاد الكائن البحري على الغواصة، وكتقول لوري للدكتور جيهان بلي الموتور ديال الغواصة خسر، وكتقول ليه بلي جوناس كان عنده الحق ملي قال كاين كائن بحري في الأعماق كان كيدمر في الغواصة اللي كانت فرقعات. وقبل ما تكمل هضرتها كيتقطع الاتصال، وحتى واحد من أفراد المحطة ما كيكون عارف شنو اللي كيوقع في الغواصة. ولكن لحسن الحظ اكتشفوا باللي لوري والفريق اللي معاها مازال عايشين من خلال الإشارات الحيوية اللي كاينة في الجهاز. من وراها كيتجمعوا كاع اللي كاينين في المحطة، وكيعرفوا باللي لوري والفريق اللي معاه قدامهم 18 ساعة والأكسجين غيسالي، وغيحتاجوا شي واحد ينزل الأعماق باش ينقذهم. كيقول ليهم ماك مهندس البرمجة ما كاينش اللي غيقدر ينزل هذا العمق من غير واحد خونا، وشكون هو جوناس اللي قدر ينقذ الطاقم ديال الغواصة النووية اللي كانت فرقعات هذه 5 سنين. كيعترض الدكتور هيلر وكيقول ليه جوناس واحد الشخص اللي مسطي ومستهتر، حيت خلى دوك الجوج ماتوا في الغواصة اللي كانت فرقعات، ولهذا السبب علاش خرجوه من الشغل ديالو حتى اعتبروه مختل عقليا. وكان عارفوا بلي المهندس ماك كان من افراد طاقم الغواصة اللي انقذهم جوناس. وكيقرر الدكتور جيهان باش يكلف جوناس بهذه المهمة، حيت ما كاينش اللي غيقدر ينفذها من غيره. وبالفعل كيمشي الدكتور جيهان هو وماك باش يقابلوا جوناس، وكيطلبوا منه باش ينزل الاعماق ديال المحيط باش ينقذ لوري والفريق اللي معاها. كيرفض جوناس وكيقول لي مستحيل ينزل الاعماق مره اخرى، حيت ملي نقذ الطاقم ديال الغواصه النوويه اتهموه بالاهمال، حيت ما عتقش دوك الجوج اللي كانوا ماتوا بالرغم انه كان مجبر وما كانش شي طريقه واحده اخرى. وكيسمعوا ماك اخر تسجيل ديال الكابتن لوري ملي كانت في الغواصه وكتستنتج باش يعتقوها حيت الموتور ديال الغواصه خسر. وكنكتشفوا هنا باللي لوري هي الطليقة ديال جوناس، وكانوا خدامين بجوج في فريق واحد. على قبل هادشي كيضطر يوافق وينفذ العملية ديال الإنقاذ. في هاد اللحظة كتحاول لوري والفريق اللي معاها يصلحوا الموتور، وبالغلط كيشعل الضو ديال الغواصة وكيهجم عليهم الكائن العملاق مرة أخرى، وهادشي بسبب الأضواء اللي شاعلوا. وكتصاب لوري وكيدخل طورنوفيس في كرشها، ومن وراها
كتفاجأ سوين بلي الغواصة اللي فيها لوري كتعرض للهجوم مرة أخرى، وبسبب هاد الهجوم كيوقع تسريب ديال الأكسجين، كتستنتج من هنا لجوج سوايع غيسالي الأكسجين، وكتمشي تاخد الغواصة ديالها وكتنزل الأعماق باش تنقذ لوري والفريق اللي معاها. مع كيوصل جوناس كتقول ليه جاكس مهندسة المحطة أن الغواصة ديال الفريق اللي فيها لوري كيتسرب منها الأكسجين، وفي أقل من جوج سوايع غيسالي الأكسجين. وكيركب الغواصة بالزربة باش ينزل القاع ديال المحيط، وكيلقى مينغ بنت سوين في الغواصة وكطلب منو ينقذ الأم ديالها، كيوعدها ما غيخرج من الماء حتى يكون نقذ الأم ديالها. غير كتخرج مينغ من الغواصة كيبدا ينفذ عملية الإنقاذ، وكينزل القاع ديال المحيط. باش يخلي الغواصة تنزل بسرعة كيعطل الأنظمة المعقدة ديال المحرك، وكتنبهر المهندسة جاكس من الذكاء ديالو، وكيهضر مع كاع اللي كاينين في المحطة وكيقول لهم بلي هو مضطر باش يقطع الاتصال معاهم باش يوفر الطاقة ديال الغواصة تحسبا لأي مشكل تحت. في هاد اللحظة كتوصل سويم القاع ديال المحيط، كتكون مشعلة كاع الأضواء ديال الغواصة، وأخيرا كتلقى الغواصة ديال لوري وكتحاول تسحبهم باش تطلع بيهم، ولكن لسوء الحظ كيجي أخطبوط عملاق وكيضم الغواصة ديالها، ولحسن الحظ كيجي قرش ضخم باش ياكل الأخطبوط. وكتبلغ سويم المحطة بكاع داكشي اللي شافت، وكيسمع جوناس في الغواصة ديالو كيقول لها بلي هاد القرش سميتو ميغالطون، وهاد ميغالطون هو سيد القروش وأقوى الكائنات البحرية. كيأمرها باش تطفي الأضواء ديال الغواصة حيت كتجذبو الأضواء، وكيقول لها باش تخدم محركات الدفع باش تطلع، حيت إلا بقات في العمق ديال المحيط غيكون خطر كبير عليها. كتقتنع سوين بالهضرة ديالو وكتطلع بالغواصة ديالها، وكينزل جوناس الغواصة ديال لوري كيسحبها الغواصة ديالو. كنشوفو لوري في هاد اللحظة مصابة، وقبل ما ينقذ باقي الفريق كيلاحظ على جهاز الرادار بلي القرش العملاق كيقرب ليهم. واحد من الفريق كيقرر يضحي بنفسه باش ينقذ صحابو، بالزربة كيسد الباب ديال الغواصة باش يخلي راسو طوع من القرش العملاق. كيخدم جهاز الدفع وكيبعد الغواصة اللي فيها جوناس وصحابو، وملي كيطمئن خرجوا من القاع ديال المحيط كيشعل الأضواء باش يجذب القرش، حتى كيجي القرش وكتفرقع الغواصة وكيموت. ملي كيطلع جوناس واللي معاه كتهمو سوين بلي هو السبب في موت توشي وخلاه في الغواصة بحال اللي كان دار هادي 5 سنين. كينفعل جوناس وكيقول لها بلي توشي هو اللي ضحى بنفسه باش ينقذ صحابو، وهي المسؤولة على هادشي حيت هي اللي نزلتهم أصلا الأعماق ديال المحيط. من بعد كتحس وين بلي كانت قاصحة معاه وكتمشي لعندو باش تعتذر ليه. في اليوم الثاني كيتجمعوا كاع المسؤولين اللي في المحطة وكتقول لهم سوين بلي قرش ميغالطون كان في الأرض منذ 2 مليون ديال السنة والمفروض يكون انقرض. كتقول لهم بلي الميغالطون كيتعتبر أقوى كائن بحري لدرجة يقدر ياكل الحوت بكل سهولة. وكيقول لهم الدكتور جيهان بلي خاصهم يوقفوا أي عملية غوص في الأعماق ديال المحيط باش يجنبوا أي مواجهة مع القرش، حيت أي عملية استكشاف الأعماق غتخلي القرش العملاق يطلع على السطح وديك الساعة غياكلهم كاملين. وكيقاطعوا هنا موريس رئيس المحطة وكيقول ليه بلي هو نفق $1,000,000 على المحطة، على قبل هادشي مستحيل يحبس استكشاف الأعماق، حيت هادشي غيخليه يخسر كاع الفلوس اللي نفق على المحطة. فهاد الوقيتة غتكون مينغ بنت سوين كتلعب بالكرة ديالها في الممر، وفجأة كتشوف القرش العملاق كيشوف فيها وكيحاول يهرس الدجاجة باش ياكلها، وكتغوت جوناس وسوين كيسمعوها وكيمشيو يجريو لعندها. وكتقول مينغ الأم ديالها سوين بلي شافت قرش عملاق كيحاول يخترق الزاج وياكلها، وكتشوف الآثار ديال الأسنان ديال القرش. كيستنتجو بلي هذا الميغالطون، وكيشوفوا حوت كيقرب ليهم وكيستنجد بهم حتى كيهجم عليه الميغالطون وكياكلو. وكيتأكدوا بلي القرش العملاق خرج من الأعماق، وكيعرفوا بلي ممكن يهجم على المحطة في أي لحظة. كيحاول الدكتور جيهان يتكلم مع كاع اللي كاينين في المحطة باش يعرف كيفاش الميغاطون قدر يخرج من الأعماق، خصوصا كاينة طبقة بحال السحابة متكونة من الهيدروجين كتمنع الدخول أو الخروج ديال الكائنات البحرية اللي كاينة في الأعماق. وكيكتشفوا بلي الغواصة ديال جوناس ملي خرجت من الأعماق دازت على السحابة اللي متكونة من الهيدروجين، خلات ممر مؤقت هو اللي خلى القرش خرج من الأعماق. ومن القرش العملاق خرج من ديك السحابة تغلقت، وبالتالي القرش تحبس برا الأعماق وما يقدرش يرجع، وغيكون مصدر تهديد لأي سفينة كاينة فوق السطح.
كيقترح عليهم جوناس باش يصاوبوا شي فخ باش يقتلوا القرش ولا غيدمر المحطة كاملة اللي هما فيها. وقبل ما يسالي هضرتو كتوصلهم رسالة لصيغاتها من 3 ديال السفن بحرية كياخدو مركب وكيتحركوا لعندهم بالزربة، وملي كيوصلوا كيتفاجئوا كيلقاو السفن 3 مدمرين. هنا كيعرفوا بلي القرش ميغاطون هو اللي دار هاد الحالة. كيقرروا يتبعوه ويحطوا عليه جهاز التتبع باش يعرفوا بلاصتو. كيستخدموا قفص ديال القروش وشي واحد غيدخل للقفص وغيحقن ميغالطون بالسم ويقتلوه، ولكن المشكل ما يقدروش يتحركوا بالسفينه حيت القرش يقدر يدمرها بسهوله. هادشي علاش خاص واحد ينزل الماء بوحدو باش يحط جهاز التتبع على الميغالطون. كيطوع جوناس لهاد المهمه وكيقرب من القرش بشويه وكيحط جهاز التتبع على الزعنفه ديالو. ومن بعد كيهرب جوناس وكيحس بيه القرش وكيتحرك لعندو، في اخر لحظه كيسحبو جيان وكيرجع جوناس. ومن بعد كيوجدوا القفص ديال القروش وكتساعد سوين باش تدخل القفص وتحقن القرش بالسم. وكيطلب منا جوناس خليه هو اللي ينفذ هاد المهمه، وكيبان باللي هو معجب بها وكترفض سوين وكتقول لي حتى واحد ما يقدر ينفذ هاد المهمه من غيرها، حيت هي الوحيده اللي عارفه البلاصه اللي يقدر يتحقن فيها السم، بحكم أنها عالمة بحار وعارفة أكتر بلاصة حساسة في القرش. من وراها كتدخل القفص وكتنزل للبحر وكيرمي وحدها اللحم باش يجذبوا الميغالطون عندها وكتقدر تحقنو بالسم. ولكن قبل ما يأثر فيه المفعول ديال السم كيحاول يبلع القفص وكينزل جوناس بالزربة باش ينقذ سويم، ولكن القرش كيسحب الحبل اللي شاد القفص وكيهرس الرافعة اللي شادة الحبل، وكي وقع تسريب ديال الاكسجين عند سويم وكتفقد الوعي ديالها. ولكن جوناس كينقذها في اخر لحظه وكيتفاجئ بلي القرش كيقرب ليهم وغياكلهم، ولكن كيشوف وبدا كيتحرك بشويه حيت كيبدا السم ياثر فيه وكيموت. وكيخرج جوناس من الماء وكيحاول يفيق سويم وكتفيق وكتشكرو حيت نقذ ليها حياتها. وكيكونوا الفريق شدوا القرش وعلقوه وكيطلب ويل من جوناس باش يصوروا مع القرش العملاق. وكتحرك الرافعه وكيتخلع ويل وكيطيح في الماء. كيبداو يضحكوا عليه، ولكن فجأة كيبان قرش ميغالطون واحد آخر وكياكل ويل وكياكل القرش ميغالطون اللي صيدو، وكيتصدموا ملي كيشوفوا هذا كبر من القرش اللي قتلو. وكيهجم القرش على السفينة ديالهم وكيطيحوا في الماء. وكيلقاو الدكتور جيان الاب ديال سوين مصاب وكينزف بزاف. كيهجم عليهم القرش مرة أخرى كياكل الدكتور هيلر وكيمشي. كلهم كيتخلعوا ملي كيشوفوا المنظر. كيفقد تيجي الأعصاب ديالو كيطلب من موريس رئيس المحطة يخرجهم من هاد البلاصة بحكم أنه هو المسؤول عليهم. وكيمشي مايك لمركب النجاة وكيركبوا كاملين باش يهربوا من البلاصة اللي هما فيها ويرجعوا للمحطة، ولكن كيتفاجئوا باللي القرش الميغالطون تابعهم. وكيتصل موريس بالمساعدة ديالو وكيطلب منه يصيفط ليهم طيارة بالزربة. وبالفعل كتوصل الطيارة وفيها واحد خونا مسلح كيضرب القرش بجهاز التتبع، ومن وراه كيتيري فيه بالقرطاس باش يبعدوا على المركب ديال الانقاذ ديال الفريق. وفي الطريق ديال المحطة كنشوفوا سوين كتبكي حيت الاب ديالها توفى. وملي كيرجعوا المحطة كيحاول جوناس يهدئها وكيجمع موريس كاع اللي كاينين في المحطة وكيقول لهم باللي اتصل بالحكومة ديال الصين وبلغهم بكل شيء بخصوص قرش ميغالطون، وغيضطر يقفل المحطة مؤقتا حتى الحكومة تقتل القرش. وكيقول لهم باللي الحكومة الصينية غيصيفطوا ليهم طيارات باش ياخذوهم. وبالليل كتوصل الطيارة ديال موريس وكيمشي من المحطة وكيهضر مع المساعد ديالو كيقول ليه باللي باغي يقتل قرش الميغالطون حيت هذه هي الفرصة الوحيدة باش يعوض فلوسو اللي خسر. وكنعرفوا باللي موريس ما بلغش الحكومة الصينية بخصوص القرش حيت باغي يقتلو بنفسه، حيت إلا الحكومة الصينية إلا مشاو حتى لا عرفوا أن العمال ماتوا بسبب القرش غيدخل موريس للحبس. من بعد كيعرف البلاصة ديال القرش من خلال جهاز التتبع وكيأمر الرجال ديالو يضربوه بالصواريخ ويقتلوه. ملي كيضربوه بالصواريخ كيقول لي واحد من الرجال ديالو باللي قتلوا الميغالطون، وكينزل موريس من الطيارة باش يتأكد. كيطلب من الرجال ديالو يجيبوا ليه سن كتذكار من القرش، ولكن الرجال ديالو كيقولوا ليه باللي ما لقاو حتى شي سنان عنده. هنا كيفهم موريس باللي قتلو حوت وقرش ميغالطون تحت منهم وكان داير ليهم فخ باش يستدرجهم لعندو. كيتحركوا بالزربة باش يهربوا، ولكن كيفقد موريس التوازن وكيطيح في الماء.
بلا ما ينتبه ليه حتى شي واحد من الرجال ديالو، وكيطلع على حوت اللي قتل باش يتخبى، ولكن القرش ميغالطون كيشوفو كياكلو. في اليوم الثاني كيكتشف جوناس والفريق اللي معاه بان موريس كان كيكذب عليهم وما بلغش الحكومة، فقرروا يخترقوا القمر الاصطناعي ديالو باش يعرفوا البلاصه ديال القرش، وكيتفاجئوا بلي القرش غادي للشاطئ ديال مدينة ديليان الصينية، واللي كيتعتبر الشاطئ الأكثر ازدحاما في العالم. وكيفكروا في شي طريقة ينقذوا بها الناس اللي تم على الشاطئ، وكتقول لهم سوين باللي هي غتخلي القرش بعيد على الشاطئ بتسجيل صوت ديال الحيتان، والحيتان هي الوجبة المفضلة عند قرش الميغالطون. وكيقتنعوا بهذه الفكرة وكيقرروا ينزلوا الغواصات باش يبعدوا القرش على الشاطئ، ولكن للأسف كيوصل للشاطئ وكيهجم على الناس واللي لقاه تما كياكلو. غير كيسمع التسجيل الصوتي ديال الحيتان كيبعد على الشاطئ وكيمشي لمصدر الحوت، وتما كيكون جوناس وسويم كيتسناو في الغواصات ديالهم، وملي كيوصل كيقرب حتى السفينة ديال الفريق وما كيقدرش جوناس يضرب بالصواريخ باش ما يفرقعش السفينة، وكيضطر يهرب باش يستدرجو بعيد على السفينة وكضربو سوين بالصواريخ، ولكن ما كيأثرش عليه حيت ضخم بزاف. وكيمشي ميغالطون لسوين باش ينتقم منها وكتقدر تهرب منه، وجوناس بلا ما يرد البال كيهجم عليه القرش وكيحاول يدمر الغواصة ديالو. في هاد اللحظة كتكون واحد الطيارة ديال وسائل الإعلام كتصور الحدث وكتضرب في طيارة واحدة أخرى، وكيطيحوا على السفينة ديال الفريق وكيضطروا ينقزوا للما، وكتكون ميغ مع ديجي في الماء وكتجي سوين باش تنقذهم. ولكن لسوء الحظ القرش كيقرب ليهم وكيقول لهم جوناس باللي غيستدرج القرش لعندو وغيقتلو، ومع كيتحرك القرش عند جوناس كينزل جوناس للجهة ديال الكرش ديال القرش وكيشرح ليه كرشو بالجناح ديال الغواصة، وكيبدا القرش ينزف وكيهجم عليه الميغالطون وكيحاول يدمر الغواصة، ولكن جوناس كيخرج في آخر لحظة كياخد سهم وكيغرسو ليه في عينه وكيموت الميغالطون. وكتجي مجموعة كبيرة من القروش كيهجموا على القرش العملاق وكيبداو ياكلوا فيه، ومن بعد كيخرج جوناس من الماء وكيجلس مع سويم وبنته مينك وكيعرض عليهم يمشيو الرحلة وكيسالي الفيلم ديالنا، ونشوفكم في فيلم جديد إن شاء الله.